السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تقسمت معكم مسمنه كبيره بحجم عائلي، بكاوكاو كنطيبوها في الفران، كتجي رائعه وهشيشه. نبدا معكم بسم الله. المقادير وطريقه التحضير: عندي 800 غرام ديال الدقيق الفرص و200 غرام ديال الفينو، وعندي واحد كيس ديال الخماره او 8 غرام ديال الخماره ديال الحلوى، وشويه قريصه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وجوج معالق ديال السكر اولا كديروا العسل، جوج معالق ديال العسل. انا عندي شويه الدقيق الكميه كثيره، وعندي نص معلقه كبيره ديال الملحه، وعندي كيس ديال السكر فاني، وكنعجنو بالما يكون دافي. كنعجنو المسمن ديالنا المسمن عادي، عجينته كتجي شويه ما خفيفاش بزاف وما قاصحاش، كتجي هي هذيك. صافي كندوب ديك الخميره ديال الخبز، كنديرو غير طريقه صغيره الخميره ديال الخبز، ولا كديروا المعجونه ولا الخميره حبوب. صافي وكنعجنو المسمن ديالنا عادي، العجينه بحال العجينه المسمن اللي كنطيبو في المقله. صافي كنلم العجينه ديالي، كندلكها شويه وصافي، ما كندلكاش بزاف، كنخليها ترتاح، خليوها ترتاح واحد الساعه ولا. المهم كنزيد الماء بشويه بشويه حتى كنوصلوا للقوام المرغوب. هذه هي العجينه. انا كما قلت لكم دلكتها غير شويه ماشي بزاف، وكندهن العجينه بشويه ديال الزيت. صافي وكنغطيها بواحد البلاستيكه ونخليوها كترتاح ساعه، ولا كنمشيو نخدموا شغلنا ونخليوها ترتاح. من بعد ما ارتاحت لي العجينه خليتها ترتاح مزيان. فاش كترتاح كتعطينا الطوع، كتدلك راسها براسها. صافي كنبدا ندير العجينه كويرات كما كتشوفوا معايا. كنديروا الكويرات بحجم يكون ما كبيرش بزاف وما صغيرش بزاف، كيجيو موين. انا هاد العجينه خرجت لي جوج مسمنات كبار، وعندي هنايا كاوكاو اللي غنديرو في المسمنه. عندي كاوكاو طحنته بهذا الشكل، هذا شكل كونكاسي، وكندير فيه واحد نص معلقه ديال القرفه، ودرت له شويه ديال السكر، ودرت له واحد 2 معالق ديال المايزينا باش كيعطينا التوريق. كتجي العجينه ديال المسمن مورقه وهشيشه. ودرت واحد الكيس ديال السكر فاني. صافي وكنبدا نطلق العجينه كما كتشوف. كنورقوا العجينه عادي ديالنا ديال المسمن، كنورقوها كندهنوا بالزيت سطح العمل والعجينه، وكنورقوها بالزبده، وضفت عليها شويه ديال الزيت. كندوب الزبده وكنضيف عليها شويه ديال الزيت هي باش كنورق المسمن. صافي كنطلقوا العجينه حتى كنورقوها مزيان على سطح العمل. كنرشوا شويه ديال الزبده وكنرشوا الكاوكاو. تقدروا تعمروها حتى باللوز، اللي عنده اللوز يعمرها باللوز. صافي وكنطويو الطويه ديال المسمن على شكل مربعه، الشكل ديال المسمن مربع. صافي وكنديروا وحده في قلب وحده. كنستمر بهذه الطريقه هذه. انا درت 5 ديال الكويرات او 5 ديال الكرات، وحده في قلب وحده في قلب وحده، واللي كنطلقها كنرش عليها كاوكاو. والمسمنه الاخرى ما كنديرش فيها كاوكاو، كنخليوها باش داك الكاوكاو ما كيقطعناش العجينه، كتكون هي الاخرى هي اللي كتلم العجينه كامله. هانتوما دابا راني ساليت. هذه هي العجينه اللي كنطلقوها حتى كتورق حتى كيبان لنا سطح العمل. العجينه اللي كنلمو بها هي الاخرى كتكون شويه كبيره على العجينه الاخرى، كتكون زايده شويه. صافي كنطلقها، ما كنرش كاوكاو، ما كنديروش كاوكاو، كنرش غير الزبده. وكنحط ديك العجينه اللي ورقت عجينه في قلب عجينه، كنحطوها في هذه العجينه الاخرى اللي كتكون كبيره شويه على الكرات الاخرين، وكنلفوها بهذا الشكل هذا ديال المسمنه، وكنخليوها حتى ترتاح. انايا نورق المسمنه الاخرى حيت خرجت لي جوج مسمنات.
صافي من بعد ما ارتاحت المسمنه ديالي كما كتشوفوا كنجيب الطاوه ديال الفران، كنفرشوا لها هاد الورق ديال الطبخ، وكندهنوها بشويه ديال الزيت، وكنحط فيه المسمنه ديالي وكنطلقوها. كنطلقوها في الطاوه، ما تجيش رقيقه بزاف وما نخليوهاش غليظه بزاف، ما كتجي هي هذيك. ها نتوما الحجم ديالها كيفاش كيجي، السمك ديال العجينه ما كيجيش رقيق بزاف. وكنديوها للفران، كنطيبوها على الفران ديال الغاز، كنطيبوها على نار تكون متوسطه باش كطيب حتى من الداخل، حتى كتحمر من التحت ومن الفوق. كنشعلوها عليها النار غير من التحت حتى كتحمر، وكنشعلوا عليها النار من الفوق. كما كتشوفوا حتى كتحمر بهذا الشكل هذا، وكنخرجوها من الفران كندهنوها بالعسل. وكنرش عليها كاوكاو اللي بقى لي، هذاك اللي كنت كنديرو في الحشوه في وسط العجينه بقى لي منه شويه، كنرشوه من الوجه ديال المسمنه. كما كتشوفوا كتجي فيها واحد التقرميشه وكتجي رائعه. هاد المسمنات كبار، انا خرجت لي العجينه جوج كما كتشوفوا، كتجي مرقه وكتجي رائعه. وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم. انا قسمت معكم شويه، ما بغيتش نقطع، حيت هاد المسمنه ماشي ديالي، ما بغيتش نقطع. المهم قسمت هاد الشويه هذا، غير قطعتها شويه من الوسط، غير باش تشوفوا التوريق ديال المسمنه. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وبالصحه والراحه.